السلام عليكم. النهارده هنعمل قراقيش وقرص بيتي. معانا نص كوباية مية وكيس خميرة، عليهم معلقتين سكر ندوبهم مع بعض. معانا كيلو ونص دقيق هنمنخله. معانا معلقة ملح وكوباية زيت، كوباية ونص زيت علشان انا حاطة كيلو ونص دقيق. معانا معلقة شمر، معلقة ينسون. هنضيفهم كده على النار تشويحة بسيطة من غير اي مادة دهنية. مجرد بس ريحتهم تطلع وتطفي عليهم النار هنضيفهم على الدقيق، وهنكون مسخنين الزيت. نضيف الزيت عليهم ونبدأ نقلب الزيت مع الدقيق مع الملح. عايزين الزيت الدقيق يشربه، ونبس كده بايدينا شوية قبل ما نحط الخميرة. كده نبدأ نحط كوباية الخميرة معانا، ومعانا كوبايتين مية دافية، بس هنحط حبة حبة عشان لو مش محتاجين الكوبايتين. ادي اول كوباية مية، وبعديها انا احتجت تاني رحت حاطة كوباية. هفضل اعجن فيها وابس فيها لحد ما العجينة تتلم خالص في ايدي. كده بقت العجينة حلوة وناعمة وطالعة بره ايدي خالص، مش ملزقة ولا حاجة. هسيبها شوية لحد ما تخمر، يعني حوالي نص ساعة كده ولا حاجة. كده العجينة خمرت معانا. هنبدأ بقى نقطعها. قطعيها بقى زي ما انتي عايزة، ان كانت قرص او صوابع قرصيها في الصواني عادي. غرزيها بالشوكة شوية، تكوني مولعة الفرن ومسخناه شوية قبل ما تحطي الصاجات. كده حطيناها في الفرن وطلعت، ونبدأ بقى نقدمها مع كوباية شاي بلبن. حلوة على الفطار او العشاء، حاجة خفيفة وحاجة نضيفة معمولة في البيت وسهلة وما فيهاش اي مشكلة. اتمنى انها تكون اعجبتكم، وما تنسوش اللايك والشير.